أنا ما كنتش ناوي أتكلم، بس وكنت عندي يقين بأن كل فناني مصر هيبقوا عندهم نفس الموقف، لكن متى شفنا صوت الأستاذ محمود بيقول نناقش الإعلان الدستوري فلازم أذكره وأذكر نفسي إن الإعلان الدستوري حتى المواد اللي الناس بتقول عليها ما فيهاش مشكلة اللي هي إعادة المحاكمات، أنا أرجو إن الأستاذ محمود يقراها كويس. إعادة المحاكمات للمسؤولين السياسيين، ده نص الإعلان، للمسؤولين السياسيين والتنفيذيين من أعضاء النظام السابق. ده معناه إن المحاكمات لغاية يوم 11 فبراير اللي هي موقعة الجمع. يعني محمد محمود ال50 شهيد مش هياخدوا حقهم، يعني مجلس الوزراء مش هياخدوا حقهم، يعني مذبحة مسبيرو مش هياخدوا حقهم، يعني شهداء العباسية مش هياخدوا حقهم. ده دجل سياسي ودعوة حق يراد بها باطل. لما يجي يقول لك أنا هعيد المحاكمات بيقول الكلام ده عشان يمرر السم اللي موجود في تحسين قراراته يا أستاذ محمود. لكن هو لا ناوي يدي حق للشهداء لأن هو مش مقتنع بهذه الثورة أصلا. وعمر جماعة الإخوان ما كانت جماعة ثورية، طول عمرها في أحسن الأحوال جماعة إصلاحية بتقوم على أساس تنظيم سري يصل إلى درجة دقة مافيا العصابات فقط. هي دي كل ميزتها، إنهم زي المافيا كده بتوع إيطاليا، تنظيم عسكري وتنظيم سياسي محكم بيدين بالولاء والطاعة لمرشده، وعايزين يحكموا مصر بهذا الشكل، وبيعتبرونا قطيع من الغنم لما يقولوا إن قرارات مرسي فوق مستوى المساءلة. لم يحدث في التاريخ الشعب المصري ما حدث. 42 مرة الشعب المصري ده احتل من المستعمرين، لم يجرؤ مستعمر أن يضفي على قراراته هذه الصفات الإلهية. نعلم جميعا ونقر جميعا أنه لا راد لقضاء الله. دكتور مرسي النهارده بيقول لنا لا راد لقضائي، ودي اصل الكارثه. لما في حد يقول انا قراراتي فوق القانون وفوق الدستور وفوق القضاء وفوق التشريع وفوق الشعب، واللي هيعترض النائب العام الجديد بيقول هيتوجه له تهمه قلب نظام الحكم اللي فيها تصل العقوبه للاعدام. لما الامور تصل بعد الثوره كانت في القلب منها شعار الحريه، ان يهددني رئيس الجمهوريه ونائبه العام الغير شرعي يهددني بالإعدام عشان أنا هعترض على قرارات مرسي، لابد أن نصور ولابد أن لا نبرح الميادين حتى يسقط هذا الإعلان الدستوري أو يسقط مرسي ونظامه. ده فاحنا مش هنناقش الاعلان الدستوري لان احنا بنعرف نقرا، اتعلمنا القراءه والكتابه الحمد لله، بنعرف نقرا الاعلان الدستوري كويس يا استاذ محمود. مفيش اي حاجه في هذا الاعلان نستطيع ان احنا نقر بيها، بما فيها حتى اقاله النائب العام اللي كانت في قوى ثوريه كثيره منها بتطالب باقالته في بدايه الثوره. نحن نعترض الان لان اقرار هذا المبدا يجعل كل قاضي يده مرتعشه في كتابه حكم. لو ما جاش على هوى رئيس الجمهورية وجماعته يقيلوا فورا. فإقرار هذا المبدأ أخطر من وجود النائب العام اللي أنت غير مستريح ليه. وبالتالي لن نناقش هذا الإعلان. أنا عن نفسي أقول وأرجو أن يكون كل الموجودين كده، بأطالب بسحب الإعلان الدستوري وإلا سقوط النظام. يعني ما عندناش حل آخر ولا مواربة ولا حلول وسط. ومحدش يقول لي هيعدل الاعلان الدستوري، مش هتناقش ومش هتحاور. والشعب المصري ده اللي استرد حريته في 25 يناير مش مستعد حد يستعبده تاني وحد يقول له انا ربكم الاعلى فاعبدون. مش هيحصل بعد هؤلاء الشهداء العظام اللي كان كل واحد فينا كان ممكن يبقى شهيد النهارده، لان نزلنا الثوره دي من اول يوم كان اي واحد في اللي قاعدين اللي شارك في الثوره دي كان ممكن يبقى شهيد. بعد ما كانت حياتنا معرضه للخطر ودفعنا ضريبه الدم وخاطرنا بحياتنا يا استاذ محمود، ابدا مش هنتراجع ولا هنفرط في ملي واحد من حريتنا ولا مستقبل بلدنا ولا مستقبل ولادنا. وشكرا.
بس عايز أكمل على اللي قاله الأستاذ خالد. 4 مشاهد